الاهتمام الإعلامي، المحاولة الأهلاوية، المتقدم أحمد خليل قائد الفريق الأهلاوي يحولها جول. جول أهلاوي. الأهلي يسجل الهدف الأول في المباراة. كرة منقولة من أحمد خليل إلى ليما اللي يسجل في الرياض والآن يسجل في دبي. أحمد خليل يتقدم في الجهة اليسرى ويحول الكرة إلى الأمام. ليما في الرياض، ليما في دبي، والجولين. هنا الجول الثاني الكرة، لكن لاحظ معي العمل اللي قام فيه احمد خليل. الكره انلعبت مرت بهذا الشكل، ربما واقول ربما استردت في ايفرتون اولا وبعد ذلك تقشرت الى ليما، وليما البرازيلي الذي يصطاد المرمى فريق نادي الهلالي بهدف في الرياض وهدف في دبي، وبذلك يتقدم فريق النادي الاهلي وتهتز مدرجات فريق النادي الاهلي فرحا وطربا لان فريق النادي الاهلي يتقدم. شوف الان كنت اتحدث عن من هو صاحب الهدف الاول، فكانت لمصلحه الهلال ضاعت من إلتون ألميدا. 13 خطأ في الشوط الاول، ضربات ركنيه قليله، يعني ربما تكون ضربتين ركنيتين ربما لكل فريق. المحاولات الاخطر، لاحظ الكرات الخطيره. جول اخر للاهلي. الاهلي يسجل الهدف الثاني ويعقد مهمه الزعيم، وبالتالي بالتخصص الآن الأهلي الإماراتي أصبح يقترب ويقترب أكثر وأكثر. بالتخصص البرازيليين يسجلون، الخليجيين ما سجلوا، الكوريين ما سجلوا، ما حد سجل في المباراتين إلا البرازيليين. البرازيلي الآخر يظهر الآن أمامك مرة أخرى في هذه اللقطة. ايفرتون يظهر وبالتالي يسجل الهدف الثاني. حلوة اللقطة، صناعة الهدف رائعة، واللقطة جميلة حقيقة من البرازيلي ايفرتون اللي يسجل الهدف الثاني لمصلحة الهلال. سار الشوط الأول ركنية، كل دقيقة فيها ضربة ركنية وكل ثانية تقريبا فيها هجمة هلالية. يبحث الهلال وتقدم الهلال واللعبة للهلال وانحطت للهلال. جول للهلال. الهلال يعمل كل شيء في دقائق الشوط الثاني والهلال يسجل هدف تقليص الفارق. يا سلام يا سلام، اولا لسعود كريري وبعد ذلك الهدف اللي سجله اللاعب البرازيلي على ما يبدو إلتون ألميدا، وبالتالي الهلال يقلص الفارق الآن أمامك، وبالتالي يحيي آمال جماهيره الحاضرة في ملعب راشد في دبي. وأمامك اللاعب البرازيلي إلتون ألميدا الذي وينقل الكرة عالية، لكن ما بين ثلاثة من مدافعي الأهلي. مرة أخرى لمسة جميلة من الشلهوب، وقد الله يا إدواردو، ما الذي فعلته في مرمى الفرسان؟ إدواردو يسجل الهدف الثاني لمصلحة الهلال. كارلوس إدواردو ضيع ضربة جزاء في الرياض لكنه يعمل له قذيفة ما يقدر عليه لا أحمد محمود ولا نوير. بصراحة شوف قدامك، شوف شلون علقها لافة قوية
اللاعب وين تجاه المقص الايمن. احمد محمود قدر على كرة الشلهوب، ولكن هذه خفيفة، لا تصد على الاطلاق. كارلوس ادواردو يزور الشباك الاهلاوية للمرة الثانية. للاعب النادي الاهلي، كل الهلال متراجع وكل الاهلي متقدم، والضربة الحرة المباشرة. اتأهل الاهلي ولا الهلال؟ اتأهل الاهلي ولا الهلال؟ امام المرمى التأهل من الله 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 الله. شنو اللي صار؟ شنو اللي صار في استاد راشد فلكسيس؟ شنو اللي صار في استاد راشد فلكسيس في دبي بلاد الحي؟ الاهلي يحيي اماله ويسجل، ربما يكون هدف قاتل في مرمى الهلال. الكوري الجنوبي كون كيونغ كانت في الجول. شوف الزحمة الكبيرة مثل زحمة دبي، وشوف كيونغ يسجل الهدف وسط الزحمة. دنيا زحمة، لكن وسط الزحمة أتى الفرح الأهلاوي، الجماهير الأهلاوية، وكوزمن يتطاير من الفرح وصولا إلى المباراة النهائية. يا سبحان الله.